المصريه في مصر، وكوش في السودان، اكسوم اريتريا واثيوبيا، وقرطاج في تونس. عندي الثلاثه دول يا سنوي هيبقوا فين؟ على نهر النيل. يبقى لما اجي اقول لك هنا اول سؤال ده دليل على تتعدد الحضارات على نهر النيل، هكتبهم كلهم؟ لا، مين اللي على نهر النيل؟ بس هم الثلاثه اللي تحت بعض اللي بتبقى بنفس الترتيبه دي، مصريه كوش اكسوم، مصريه كوش واكسوم. طب كل حضاره من دول عشان تقوم كان ليها عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. العوامل الطبيعيه دي حاجه ربنا اداها، ايه اللي ربنا مديهولي؟ قال لي موقع متميز وثروات طبيعيه. موقع متميز وثروات طبيعيه. الثروات دي زي اي حاجه ربنا خلقها، نبات، حيوان، تربه. طب لو ربنا مديني الحاجات دي كلها وانا مش هستعملها، هعمل حضاره؟ لا. فانا عندي لما يجي يقول لي العوامل البشريه اقول له سكان القاره كان لازم يستثمروا الموارد الطبيعيه. طب معايا محمود هنا لما اجي اقول لك عندي المصريه وكوش واكسوم، محتاجه اعرف عنهم ايه يا احمد؟ شويه معلومات. ايه المعلومات اللي انا عايزه اعرفها؟ اعرف مكانها موجوده فين على الخريطه، وتاني حاجه ايه المواصفات اللي كانت بتتميز بيها. لو كده بص عندي هنا في المصريه، المصريه موجوده فين؟ شمال شرق، مصريه شمال شرق. انا كنت واخده من رابعه ابتدائي، مصر طبعا في شمال شرق قاره افريقيا. فانا لما اجي اخد عنها شويه مميزات، اول ميزه عندي ان هي قامت على نهر النيل، يعني نهر النيل هو الاساسي في قيام الحضاره المصريه. طب لما اجي اقول لك يا شادي اشمعنى ان نهر النيل الاساسي؟ هقول له عشان ايه؟ عشان المصري القديم استقر عنده بعد ما كان على الهضاب، وتعلم الزراعه وتربيه الحيوانات، وبعدين بنى قرى ثم مدينه ثم اقاليم وتوحيد البلاد وبعدين تقويم الاسره. فعشان كده اتعملت الحضاره المصريه. طب لما اتعملت الحضاره المصريه يا ياسين بقت متميزه بايه؟ قال لي بقت شاطره في الاداب والعلوم والفنون والايه تاني؟ والعماره، انشطه اقتصاديه، علاقات تجاريه. تاني اداب، علوم، فنون، تعليم، وانشطه اقتصاديه، علاقات تجاريه. هتتاجر مع مين يا يوسف؟ مع كوش وبلاد بوند. هتتاجر مع مين؟ كوش وبلاد بوند. طب لما اتاجر مع دول هل مصر هتاثر في الحضارات الثانيه؟ اكيد هتاثر، وهشوفها بعد شويه. في حاجه ثانيه مصريه؟ طب نطلع على الثانيه، حضاره مين؟ كوش. انا قلت مصر فين؟ شمال شرق، خدي الاتجاه الاولاني. يبقى السودان فين؟ في الشمال. طب مين اللي عملها؟ بقول كوش، يبقى اللي عملها ناس اسمهم كوشيين. عملوا حضاره كوش، يبقى الكوشيين عملوا حضاره كوش. كانت موجوده فين يا بلال؟ نبته، وبعدين راحت لماروي، من نبته لماروي، من نبته لماروي. طب بعد ما تركزت الحضاره دي كانت شاطره في ايه؟ تجاره وزراعه وتعدين. تاني تجاره زراعه تعدين، تاني تجاره زراعه تعدين. طب عندي يا مهند التجاره كانت بتتاجر فين؟ قلت عاد ذهب وخور حديد عند الكوشيين اكيد. عاد ذهب وخور حديد عند الكوشيين اكيد. هتتاجر مع اللي فوقيها، مين اللي فوقيها؟ مصر الشمال. مين اللي تحتيها؟ اكسوم الشرق مش في الجنوب، يبقى مصر شمالا واكسوم شرقا. كان عندها ايه تاني؟ عاد ذهب وخور حديد عند الكوشيين اكيد. اخر حاجه عندي ان الكوشيين كانوا شاطرين قوي في ايه؟ نحت. هنا كانوا بارعين وشاطرين الكوشيين في كام حاجه؟ 3. نحت، رسم، عماره. حلو، اهم نقطه بتجيلي على طول في الامتحانات. دلل على تأثر الكوشيين بالمصريين. خدوا مني ايه؟ اتأثروا بيا في ايه؟ اقول له نحت التماثيل، بناء الاهرامات. تاني نحت التماثيل وبناء الاهرامات. خدوا مني المعبودات. تاني نحت التماثيل، بناء الاهرامات. خدوا مني المعبودات. طب مين اشهر الاهرامات عندهم؟ ماروي. برافو، من كتر شهرتها منظمه اليونسكو خدتها على قائمه التراث العالمي. اخر حاجه عندي خدوا مني معبودات زي رع وامون وزيس. رع وامون وزيس وزيس. مش لحد هنا؟ طب تعالى نلف اللي بعدها. قلت عندي حضاره اكسوم، هاخد الاتجاه الثاني من مين؟ من مصر، يبقى في الشرق. يبقى انا كده ضميت الاتجاهين، مصر تضم شمال شرق، كوش شمال بس، اكسوم شرق بس. طب اكسوم موجوده ايه حاليا؟ دوله ايه؟ اهم سؤال عندك في بتاع حضاره اكسوم، هقول له يجي يقول لك اي سؤال عن التجاره في اكسوم، يقول لك لعبت التجاره دور مهم في اكسوم. هقول له عشان الجمله اللي انا هقولها لك دي ملتقى العديد من الطرق التجاريه. تاني ملتقى العديد من الطرق التجاريه. طب بتتاجر في ايه يعني؟ خد نفس الكلمتين اللي قلتهم هناك، عدب وخور عطور وتوابل. عدب وخور، عدب ذهب عطور وتوابل. معلش، عدب ذهب عطور وتوابل. انما هنا كان ايه؟ عدب ذهب وخور وحديد. هنا خد اول اتنين بس، عدب ذهب وخور وتوابل. هتتاجر فيهم والصادرات بتاعتها ليها قيمه ولا مالهاش؟ ليها. اخر حاجه عندي ان هي كانت شاطره في ايه؟ الزراعه وتنميه الحيوانات، وكانت شاطره في فن الزخرفه. بتزخرف على ايه؟ على الفخار والزجاج. على الفخار والزجاج. في مشكله كده؟ لا. طب قلنا موجوده فين؟ في الشرق. كوش في الشمال. مصر بتضم الاتجاهين شمال